السلام عليكم واسعد الله مساكم. تعليق الليله على قناه الجزيره. وراكم لازم تطلعون لنا اخبار عن طهران. انا اتفهم الضغوط اللي تاتيكم، واتفهم عدم حريه القرار انك انت تنقل الخبر، واتفهم ان العامل السياسي ضاغط عليكم كقناه، مع العلم انتم تقولون احنا قناه غير حكوميه يعني. لكن انا اعطيكم حل. في متظاهرين ومتظاهرات في المدن الأوروبية، اعملوا معهم لقاء. شوفوهم في فرنسا، معقولة ما عندكم مكاتب في فرنسا ولا في بريطانيا؟ شوفوهم، اعملوا معهم لقاء. شوفوا هالمساكين هذه اللي ما عندهم أصوات، خلوه يطلعون على صوت من لا صوت له. وين هذا أبو صوت اللي ما صوت له؟ النقطة الثانية، إذا ما تقدرون يعني الأحوال سيئة مسكرين عليكم، روحوا اعملوا شيء يسمونه فونو اللي هو الاتصال الهاتفي، واسمائهم تعرفونهم يعني، اتصلوا عليه وخذوا رايه وسجلوا يعني، حتى بدون صوره طلعوا، مثل بعض الحسابات التويتريه اللي تدافع عن الجزيره بدون صوره وباسماء وهميه. هذا الحقيقه الملاحظه يعني. فامامكم طهران. طهران اعطونا عن ايران. كنتوا تحللون الوضع لو عنز طاحت بترعه في مصر، سويتوا لها يعني ريبورتاج قوي، او لو قنبله الدخان هذه اللي يرمونها الامن على المتظاهرين طلعتوها، وصناعتها وتاثيرها وغازات اللي فيها وكل شيء. سووا لنا مثل هذه، خلينا نستفيد شويه، نشوف شنو ترسانه السلاح الايرانيه. النقطه الثالثه، ابشركم في شويه يعني حفنه، طلعوا اسماء قطريه يردون، وهذا شيء زين حتى وان كانوا ضدي، لكن هذا شيء زين انه يطلع عنصر وطني على الاقل يرد، تحس انه في شويه. فاليوم انا استعرض لقيت مجموعه، ابشركم مجموعه من الاخوه من قطر يردون، ما ادري والله عاد، لكن هذه الاسماء اللي شفتها. فكل التوفيق ان شاء الله لكم. لكن نقول للجزيره الطريق الى القدس يمر عبر طهران. طهران مو طريق ابو $1300،